وسام ابو علي يوقع للنادي الاهلي 4 سنوات. تفاصيل العقد وموعد وصوله للقاهره. حصل مسؤول النادي الاهلي على توقيع المهاجم الدنماركي صاحب الاصول الفلسطينيه وسام ابو علي المحترف بالدوري السويدي لضمه لصفوف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي خلال ميركاتو الشتوي الجاري. وعلي مسؤول الكوره ان الاهلي تقدم بعرض مالي وصل ل1,100,000 دولار وفي وقت سابق، الا ان اداره سيرس السويدي تمسكت برفع المقابل المادي ليصل الى 1,600,000 دولار، اي ما يساوي 50 مليون جنيه، لتتم الصفقة بتلك القيمة بجانب 400,000 دولار يحصل عليها النادي حال تتويج اللاعب بالبطولات مع النادي الأهلي مستقبلا. ونجح مسؤول النادي الاهلي في الحصول على توقيع وسام ابو علي اونلاين بعد الاتفاق على التفاصيل التعاقديه الخاصه باللاعب، اذا وقع اللاعب لمده 4 سنوات مقبله ويحصل خلال الموسم الواحد على راتب يقارب ال1,000,000 دولار. ومن المقرر ان يخضع وسام ابو علي للفحص الطبي فور وصوله للقاهره في الساعات المقبله من اجل تفعيل العقد بين الطرفين. وينتظر النادي الاهلي وصول البطاقه الدوريه للاعب والاستغناء الخاص به حال اجتيازه الفحص الطبي. ويرسل الاهلي $1,000,000 الى النادي السويدي فور اجتياز اللاعب الفحص الطبي على ان يجري دفع باقي قيمه الصفقه حتى شهر اغسطس المقبل، اذ يرسل الاحمر $300,000 في شهر ابريل والمبلغ نفسه في اغسطس. بالاسماء رحيل 6 لاعبين عن الاهلي خلال الايام. حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الراحلين عن الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه. وعلي مسؤول الكوره ان لجنه تخطيط الكوره داخل النادي الاهلي تترقب حسم قائمه الراحلين مع مارسيل كولر قبل سفره خارج البلاد لقضاء اجازه اسريه. ودخل في القائمه 6 لاعبين هم صلاح محسن، اليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، واحمد عبد القادر وخالد كباكا ومحمد عبد الله. ويرغب احمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو في الرحيل عن النادي الاهلي نظرا لعدم حصولهم على فرصه المشاركه مع الفريق بجانب رغبه المالي اليو ديانج في خوض تجربه الاحتراف. فيما ابلغ كولر اداره النادي الاهلي برغبته في الرحيل صلاح محسن، واقترب اللاعب من الانتقال الى نادي فيوتشر ضمن صفقه عمر كمال عبد الواحد. كما تقرر بشكل نهائي رحيل خالد كباكا ومحمد عبد الله الى صفوف فيوتشر ضمن صفقه عمر كمال عبد الواحد ايضا. في سياق متصل استقر كولر على استمرار كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح في صفوف النادي الاهلي اذا طلب ناديا فيوتشر والبنك الاهلي الحصول على خدمات الثنائي، الا ان الاحمر رفض العروض كافة نظرا لرغبة المدير الفني في استمرارهم ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم. جلسة تصوير لصفقة النادي الأهلي الجديدة داخل التتش. فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر إلى صفوف الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري. وقال شوبير في تصريحات إذاعية صفقة عمر كمال عبد الواحد انتهت والأهلي مخلص كل حاجة مع اللاعب سواء التوقيع أو جلسة التصوير اللي عملها في النادي قبل الانضمام لمعسكر المنتخب. وأضاف عمر كمال عبد الواحد اتفق مع النادي الأهلي على كل شيء وتصور، لكن هناك رتوش أخيرة بين صلاح محسن ومودرن فيوتشر. وأوضح شوبير صلاح محسن طلب من مسؤولي النادي الأهلي في بداية عرضه على فيوتشر أن يرحل نهائيا إلى أي نادي آخر حسب رغبته دون تدخل في صفقات تبادلية. وشدد على أن اللاعب استشعر من مسؤولي فيوتشر رغبتهم في الحصول على خدماته وهو يفكر حاليا وقد يجري الاتفاق في أقرب وقت. وصفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي انتهت تماما سواء اتفق أو لم يتفق صلاح محسن. وتابع شوبير أيضا يدخل في الصفقة محمد عبد الله وخالد كباكا لاعب الأهلي في فريق الشباب. بالاسماء 4 صفقات جديده للنادي الاهلي في يناير. طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ضم 4 صفقات جديده الى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وعلي مسؤول الكوره ان الاهلي انهى مفاوضاته لضم الثنائي عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر ووسام ابو علي لاعب سيرس السويدي، الا ان كولر طلب صفقتين جديدتين مهاجم محلي ومدافع. ووضع كولر 3 اسماء امام لجنه التعاقدات من اجل حسم التعاقد مع احدهما وهما بالترتيب مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، واحمد امين اوفا لاعب انبي، واحمد عاطف لاعب فيوتشر. اما بالنسبه لصفقه المدافع فوضع كولر ايضا 3 اسماء من اجل حسم التعاقد معهم وجاءوا بالترتيب محمد اسماعيل لاعب نادي زد وزميله بالفريق مصطفى العيش. وجاء اخيرا احمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا. ويسعى مسؤولي النادي الاهلي لحسم ملف الصفقات الشتويه قبل 11 يناير الجاري وهو موعد عوده الفريق للتدريبات الجماعيه، اذا من المقرر ان يعقد المدرب السويسري جلسه مع لجنه تخطيط الكره من اجل مناقشه اخر تطورات ملف الصفقات الجديده. وانتهى الاهلي حتى الان من مفاوضاته لضم وسام ابو علي وعمر كمال عبد الواحد، بينما يجري اتصالاته من اجل حسم صفقتي المهاجم والمدافع.